جالي اسئله كتير الفتره اللي فاتت بخصوص احمد حمدي لاعب نادي الزمالك. واحمد حمدي فين؟ احمد حمدي ما بيلعبش ليه؟ واحمد حمدي تم استبعاده ليه؟ هو جون ادوارد اللي مستبعد احمد حمدي ولا الكابتن معتمد جمال هو اللي مستبعد احمد حمدي؟ اسئله كتير قوي. ركز معايا بقى الثلاث اربع دقايق دول بفضل الله. اولا واخيرا الحمد لله هقول لك تفاصيل مش هتسمعها الا هنا. هناك يعني مش عايز اقول احساس، لا اعلى من الاحساس داخل مسؤولي نادي الزمالك ان احمد حمدي موقع لنادي تاني. رقم واحد. رقم اتنين، ان هم شايفين ان احمد حمدي الخمس ست ماتشات اللي باقيين دول ان احمد حمدي عايز يجهز نفسه، اديني بقول لك اهو، يجهز نفسه للنادي بتاعه الجديد من اول السنه. بشكل واضح احمد حمدي مسؤولين في نادي الزمالك شايفين وحاسين واعلى من الاحساس كمان ان اللاعب وقع لنادي تاني، وان هو الماتشات اللي باقيه دي عايز يجهز نفسه هو للنادي الجديد بتاعه اللي هيروحوا من اول السنه. سالت هو بيراميدز؟ قالوا لي ما نعرفش، بس الوضع كده ان احمد حمدي مضى لنادي تاني. احمد حمدي فري ومن حقه دلوقتي يمضي لاي نادي وينتقل صفقه انتقال حر بدايه الموسم الجديد. طب سالت هو جون ادوارد اللي مستبعد احمد حمدي؟ لا مش جون ادوارد اللي مستبعد احمد حمدي. كابتن معتمد جمال شايف ان دلوقتي والراجل بيحكم بالتدريب ان في التدريب لا، في لعيبه افضل من احمد حمدي في التدريب، وفي لعيبه في نفس مركزه افضل من احمد حمدي بشكل واضح. يعني فكره ان هو مجمد لنهايه الموسم، لا مش ما فيش قرار بتجميد احمد حمدي. امال ايه باشا؟ انت هتلعب وتتالق في التدريب وتثبت نفسك في التدريب، هتلعب من الاخر. لكن حد جمده او حد وقفه او اي حاجه من الكلام ده كله خالص. على فكره إيليو ديانج مثلا في النادي الاهلي، ما هو خلاص معروف ان إيليو ديانج هيروح على النادي الاهلي نهايه الموسم، والمفاوضات توقفت ما بين الاهلي وإيليو ديانج اصلا للتجديد، واللاعب بيلعب خلاص، انا هستفيد منك لحد اخر لحظه. فحتى لو احمد حمدي مضى في نادي تاني، لو انت كاحمد حمدي متالق واثبتت نفسك وكل الكلام ده كله، انا شايف انه يلعب وياخد فرصته لحد نهايه الموسم، مفيش اي مشكله خالص. اللي عرفته كمان ان فكره، انا سالت بصراحه يا جماعه جون ادوارد بيتدخل وبيقول يعني مثلا احمد حمدي جون ادوارد اللي قال الكابتن معتمد يلعبوا او ما يلعبوش او اي حاجه من الكلام ده كله، كانت الاجابه اللي انا ما سالت قالوا لا، نقاش حتى ان ده يلعب او ده ما يلعبش خاص بالكابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك. الحقيقه بقى رايي زعلان على رحيل لاعب زي احمد حمدي. كنت اتمنى ان احمد حمدي يكمل مع نادي الزمالك ويجدد لنادي الزمالك بعد رحيل ناصر ماهر. كان احمد حمدي هو افضل بديل لناصر ماهر جوه نادي الزمالك. يعني احمد حمدي يا جماعه لعيب حريف كوره، خلينا نتكلم بصراحه فعلا حريف كوره. ولما جه نادي الزمالك يعني من اول ما جه الراجل كان عامل ماتشات حلوه. عمر حد ما ينسى جون احمد حمدي في نهضه بركان في نهائي الكونفدراليه بصراحه. عمل ماتشات في منتهى الجمال ولعيب تكتيكي. انا فاكر جوزيه جوميز كان بيوظفه في اكتر من مركز، ولعيب تكتيكي 10 على 10 ويتناسب جدا مع طريقه الكابتن معتمد جمال. وانا عندي قناعه ايه هي؟ مفيش مدرب هيلاقي لعيب متالق ومكسر الدنيا ومش هيلعبه. يعني ده هو الكابتن معتمد جمال مثلا على فكره كان بيلاعب شيكو بنزا، يعني ما فيش الا مثلا الا شيكو بنزا واحمد شريف، خلاص هيلاعب الاثنين كجناح مثلا. فانت حتى شيكو بنزا في فتره من الفترات ما كانش توب التوب، بس هو ما فيش اللي هو في مركزه فهلعبه. فلو تخيل لو عندك لعيب جامد ومتالق ومكسر الدنيا في التدريب، ما انا عايز اكسب كمدرب، اكسب باي حد، لعيب من قطاع الناشئين، لعيب من الفريق الاول، مفيش اي مشكله خالص. ولو بصيت على مستوى احمد حمدي الفتره الاخيره مع نادي الزمالك، الحقيقه لا، احمد حمدي محتاج يدوس على نفسه بشكل اكتر من كده، محتاج يرجع احمد حمدي بتاع زمان. يعني هو على فكره اللي انا عارفه ان الجهاز الفني لنادي الزمالك شايف ان في لعيبه دلوقتي جوه الفريق في مركز احمد حمدي احسن منه، فطب هلاعبك ليه؟ يعني محتاج ان انت تقول لي ان انا احسن من باقي الناس. ارتبط اسم احمد حمدي بالانتقال لصفوف نادي بيراميدز الفتره اللي فاتت،
ويروح من اول السنه صفقه انتقال حر، لكن لحد دلوقتي عشان اكون امين مفيش انباء مؤكده. لكن جوه نادي الزمالك بنسبه 90% اديني بقول لك اهو ان هم شايفين ان احمد حمدي مضى لنادي تاني وهينتقل بدايه الموسم الجديد.